البحر الأحمر إيش اللي يميزه عن باقي البحار في العالم؟ اللي يميزه عاملين رئيسية. درجات الحرارة فيه ما تتفاوت بين البرودة والحرارة القصوى، بمعنى إنها معتدلة طول السنة. بالإضافة للشيء الثاني الملوحة، ملوحته مناسبة جدا لنمو بيئة خصبة من المرجان والكائنات الحية. هل في كائنات مثلا هي مرتبطة مثلا بالبحر الأحمر فقط؟ في بعض الكائنات عندنا مسماها العلمي ريد سي والكائن، بمعنى إنها مستوطنة في البحر الأحمر وما هي موجودة في أي بيئة مائية ثانية، وما تقدر تعيش أساسا هناك. موجودة عندنا فقط زي الناجل مثلا، هذا اسمه الريد سي جروبر، بمعنى إنه هو من فصيلة الهامور اللي عايشة في البحر الأحمر. عندنا برضو عندنا البفر فيش اللي تتنفخ، عندنا واحدة منهم مستوطنة في البحر الأحمر غير موجودة في أي مكان ثاني في العالم. حتى اللافقريات زي مثلا قنديل البحر، قنفذ البحر، القشريات اللي هي نسميها الاستاكوزا أو اللوبستر. اشتهر أساسا البحر الأحمر أو سمي البحر الأحمر للمرجان اللي موجود فيه. صحيح، المرجان أنواع وأشكال، في عندنا المرجان الصلب وفي عندنا المرجان الإسفنجي. فلما ننظر كده على ريف أو حيد مرجاني نلاقي فيه تنوع ما بين هذه وهذه، في بعضهم يتحركوا مع التيارات يفتحوا ويقفلوا. فحقيقة الصورة هذه اللي أنا جالس أصور لكم هي لو الواحد نزل وشافها في الحقيقة راح ينبهر فعلا. عاد إحنا محظوظين في جدة. نعم اليوم فعلا. قديش التلوث البيئي يأثر على الحياة بشكل عام وخاصة على الكائنات البحرية؟ التلوث مشكلة في العالم كله، نقدر نقول إنها صارت زي الوباء. كل سنة بتنزل من مخلفات البشر أطنان من النفايات، وخصوصا البلاستيك. البلاستيك من أخطر المواد اللي ممكن تأثر على البيئة البحرية. كيس البلاستيك الواحد ياخذ إلى حد 20 سنة عشان يتحلل. مدة طويلة. وقارورة الموية هذه اللي احنا مستهينين فيها لو رميناها في الموية ممكن تاخذ لحد 450 سنة عشان تتحلل. فهذا ممكن يأثر بصورة سيئة جدا على الكائنات. كابتن أحمد، اليوم السعودية أطلقت مبادرة الشرق الأوسط الخضراء وأيضا السعودية الخضراء. كيف الغواصين أشركوا الموضوع هذا في المبادرات اللي أطلقتها السعودية اليوم؟ لو الغواص الآن نازل غطسة ترفيهية ما في مانع ياخذ له حاجة زي كذا، هذا كيس شبك يقدر يلم فيه النفايات. حتى لو هو نازل يستمتع أو يصور الكائنات، لو شاف قطعة بلاستيك يشيلها يحطها. كابتن أحمد، لو حابين نكون جزء من هذه التجربة وحابين إحنا ننزل ونجرب الغوص في البحر الأحمر، فإيش هي الأشياء اللي إحنا نحتاجها عشان نعيش هذه التجربة؟ طيب، أي شخص يقدر يجرب الغوص إذا كانت صحته جيدة، ما عنده أمراض مزمنة. كل اللي يحتاج يسويه إنه يتواصل مع أحد المدربين الغوص ويقدم على برنامج اسمه برنامج اكتشاف الغوص. برنامج اكتشاف الغوص حتى ما يقتضي إنه الشخص يكون يعرف يسبح، مجرد إنه صحته كويسة، لياقته البدنية معقولة إلى حد ما، بيقدر يجي والمدرب بيعطي له بريف أو مقدمة على المعدات الغوص، كيف بتتركب، طريقة التنفس، بعض المهارات، وعلى طول ينزلوا على الموية يتفرجوا. معدات الغوص عندنا تنقسم إلى قسمين: معدات شخصية وهي عبارة عن النظارة والسنوركل وهي القصبة، وبدلة الغوص طبعا عشان نحمي نفسنا من برودة الموية، والله يكرمكم الجزمة والزعانف. أما المعدات السكوبا اللي هي المتخصصة للتنفس تحت الماء، فنقدر نقول إنها هي 4 حاجات رئيسية. الأول وهو الأسطوانة. طبعا الأسطوانة هي أسطوانة هواء، في ناس كثير تلخبط تحسبها أكسجين. هي ما هي أكسجين صافي، الأكسجين الصافي في المستشفيات، هذاك الأكسجين الطبي. أما الهواء هذا فهو هواء مضغوط طبيعي زي اللي بنتنفسه هنا. بيتركب عليه زي الجاكيت اسمه البي سي دي. ايش يعني؟ يعني جهاز تحكم في الطفويه، لما بننفخ فيه هواء بيتنفخ زي البالون عشان نقدر نطفو. والشيء الثالث هو المنظم. المنظم بيتركب على الأسطوانة، عبارة عن ليات وفيها قطعة فمية بتركب في الفم. هذه اللي لما بنتنفس منها بيجينا الهواء من الأسطوانة عن طريق الليات ويدخل في صدرنا وبعدين بنخرجه في الزفير. وآخر شيء هي الأوزان. الأوزان طبعا بنحتاجها عشان ننزل، لأنه حقيقة كل اللي لابسينه هذا يخلينا نطفو للسطح. عشان ننزل نحتاج نضيف بعض الأوزان المصنوعة من معدن الرصاص. هذا أكيد لحمايتنا إحنا صحيا تحت الماء. بس هل في مخاطر ثانية يعني الواحد يتوقعها زي الأشياء اللي بنشوفها في الأفلام، سمك قرش، أشياء ما نتخيلها لما حننزل تحت حنشوفها؟ الكائنات البحرية بالمجمل هي كائنات دفاعية وليست هجومية. يعني لو نزل الغواص واستفز كائن معين، مثال عندنا الشاقة اللي هي الإيل اللي تشبه ثعبان البحر، هذا حيوان جدا مسالم وجالس في جحره. أول ما يجي غواص يبغى يدخل يده في الجحر
ممكن يتعرض لعضة منه. القروش نفس الشيء، تراها كائنات يعني عندها غريزة، غريزتها انها تاكل اسماك. احنا بالنسبة لها كائن غريب بيطلع منه فقاعات، فاحنا ما احنا في لستة المنيو حق الاكل حقهم. لكن اذا الواحد استفز الكائن هذا، ممكن من باب الدفاع عن نفسه، اذا ممكن يكون عنده اطفال في المنطقة، ممكن ساعتها يعرض نفسه. هل ممكن للغواص. استفزه يمكن بدون ما اعرف؟ لا، غالبا اذا احنا نزلنا ومشينا على القوانين اللي بنعلمهم هي في دورات الغوص، بتخلينا نبعد عن الخطر بامر الله. عاد السؤال اللي انتظره دائما، كيف ممكن الغواصين انه يتواصلون داخل اعماق البحار؟ يعني في حركات نبغى نشوفها منك كابتن احمد. في كذا طريقه للتواصل بين الغواصين تحت المويه، اهمها هي اشارات اليد. فنقدر نوريكم شويه مهارات. حلو. نستعين بكابتن عبد الله في هذا الموضوع. فمثلا لو انا هو غواصين تحت المويه الان، لو اعطيته اشاره اوكي يرد علي اوكي او تمام، كذا يعني اوكي على السطح. اما تحت المويه كذا يعني طلوع للسطح، وعكسها كذا نزول، اشارات يمين يسار. طيب لا سمح الله حصلت نوع من المشاكل، يسوي لي زي كذا، يعني عندي مشكله ويحدد نوع المشكله. طبعا اذا بدي اساله كم نسبه الهواء اللي باقي عنده في التانك، اسوي له زي كذا، يوريني عداد الهواء. فلو مثلا نفرض انه معه 150 بار، حقول له كذا 1 5 0، اقول له تمام. طيب لو ابغاه يبقى جنبي قريب مني، حقول له خليك جنبي، كذا معناته طالع فيا، كذا معناته نثبت على هذا العمق. نقدر نقسم فوائد الغوص الى قسمين، قسم اسمه الفوائد الجسديه، قسم الفوائد النفسيه. فالفائدة الجسدية الأولى هي التعرض لأشعة الشمس. الشيء الثاني مقاومة الماء أعلى بكثير من مقاومة الهواء، فلما ننزل في الموية ونبدأ نتسبح مع الموج مع التيارات تقوى عضلاتنا، بيصير في حركة عضلات. أما بالنسبة للفوائد النفسية فهي كثير. أول شيء انفصال عن العالم الخارجي، ما في جوال، ما في سوشيال ميديا، ما في سوشيال ميديا فعلا. ثاني شيء الجمال البصري، فإحنا بنغذي بصرنا بالجمال اللي شايفينه، بالألوان، بالأسماك. وثالث حاجة التنفس. في ناس كثير ما تعرف إنه في الغوص في تدرب على التنفس البطني اللي هو تنفس الحجاب الحاجز، وكثير غواصين لو تسألوهم كيف مستوى جودة النوم بعد الغوص، يقول لك أنام زي البيبي. يعني احنا كنا نقول له احنا يعني محتارين شويه نغوص او لا، المفروض دحين نغوص. انا بعد كلام الصراحه راح اجرب الغوص، بس إن شاء ما ادري عن غدير. لا لا ان شاء الله معانا ان شاء الله.